السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الرز المعمر بطريقة سهلة جدا جدا، وازاي يطلع معاكي كده بالشكل الجميل ده. خليكم معانا وشوفوا الطريقة. جبنا الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هساوي الصينية كده، وعشان تظبطي الصينية بتاعتك الرز لازم يكون بعقلة كده، عقلة صابع من عندك. هتساوي الصينية بيها. نغسل الرز كويس جدا جدا، وبعدين جبت 3 معالق سمنة أو زبدة بلدي، عليها معلقة سمنة كده كمان، والملح. وهندعك الرز كويس جدا جدا. بعد ما اتغسل كويس هدعك الرز بالسمن البلدي كده، هندعكه بالملح والسمنة، هندعكه كويس. وبعدين هجيب اللبن واحطه على الرز كده. لازم اللبن بتاعنا يكون مغطي الرز. وبعدين هجيب القشطة واحطها على الوش، مش هقلب بقى كده. وبعدين هحطه في الفرن زي ما انتوا شايفينه كده. النار ما تكونش عالية قوي يا جماعة، يكون متوسطة. هيطلع معانا احلى رز. تعمليه بمقادير مظبوطة جدا جدا. لازم تجربوا الطريقة دي يا جماعة، جميلة جدا. بصوا الطبقة بتاعت الرز جميلة ازاي. الرز مفلفل من جوه ومستوي، مش معجن معانا. جميل جدا، لازم تجربوه. الريحة بتاعته يا جماعة، السمنة البلدي بتبقى جميلة فيه، تحفة جدا. لازم تجربوه. بصوا يا جماعة مفلفل ازاي. جربوه بالطريقة دي يا جماعة، جميل جدا. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.